متابعينا الكرام، عاجل عاجل عاجل، شوفوا معايا هذا الفيديو ومن بعد نرجعوا للتعليق. السلام عليكم، أنا هو المواطن الجزائري بن طالب أحمد، متواجد بمدينة العين الصفراء ولاية النعامة. أنا نوض الصباح لقيت بيبليكاسيون في عين الصفراء عاجل دايريني بلي نحارب مع ضد فلسطين. أنا هاي لاكارت تاعي، أنا جامي خرج كاع من ما عنديش باسبور، وجامي خرج كاع من الوطن تاعي الجزائر تاعي، جامي خرج. وفي هاد الساعة راني متواجد بمدينة تاعي عين الصفراء ولاية النعامة اللي بمنزل تاعي، ونطالب السلطات تدخل لي في هذا الامر، على خاطر هذا الامر راه يضرني انايا، راه يضرني من ناحيه الخدمه نتاعي، من ناحيه الشعب، من ناحيه كل شيء. نطالب منكم ان شاء الله تدخلوا لنا في هذا الامر. هو انه المقاومه في فلسطين نشرت صوره لمرتزق ميت، وحطوا الصوره نتاعو هذه اللي راكم تشوفوها هنا الان. اكيد السؤال اللي طرح باول ما الناس شافت هذا الصوره تاع هذا الجثه، من يكون هذا الشخص؟ الشيء المضحك، وهو مضحك مبكي، يعني حاجه تضحك وتبكي في نفس الوقت، انه امام خطيب في مراكش يسموه بدر المفتاحي، المعروف بالكذب نتاعو، وعلى كل حال كذاب أشر، حتى المجتمع المروكي يعرفه جيدا ويعرف بأنه كذاب أشر. هذا الكذاب خرج بهذا التويتة اللي راكم تشوفوها، نقراوها مع بعضنا، نشوفوها. راهو يقول بأنه الصورة تعود إلى شاب جزائري ويسخر من الجزائريين في شعارهم تاع ظالمة أو مظلومة مع فلسطين. وشوفوا يعني راكم تقراوا، راكم تشوفوا معايا في هذا المنشور. وطبعا هذا المنشور راح زاد عاود، يعني هذه التغريدة زاد عاود بارطاجاها إيدي كوهين. شوفوا إيدي كوهين هم بارطاجيها هنا، شوفوا معايا إيدي كوهين تعرفوه، الصهيوني. بدر المفتاحي هذا إمام، وإمام خطيب في مراكش. حرفته ومهنته الآن هي الكذب. يعني إذا كان أنا سميته في فترة سابقة قلت لكم باللي هذا مسيلم الكذاب الجديد، يعني خدمته هو الطعن في الأعراض والكذب، والأمر اللي ما بينه وبينه خليه لرب العالمين، هو المنتقم الجبار. ولكن لأنه الله سبحانه وتعالى يعني حاب يفضح هذا الإمام الخطيب، فماذا يفعل؟ إما أخ لك في الإسلام أو أخ لك في البشرية. فالاختلاف والتنوع هو أساس الحياة، بل جمال الحياة يكمن في اختلاف والتنوع. شوف ماذا يفعل بدر المفتاحي، ماذا فعل؟ راح للصورة نتاع الجثة وقص منها الوجه، وألصقها في صورة تاع بطاقة تعريف لشاب جزائري، وقال باللي فوالا هاي الجثة نتاع الشاب الجزائري، وهاي البطاقة نتاعو اللي لقاوها معه. الصورة منين جابها، أو بطاقة التعريف منين جابها؟ بطاقة التعريف جابها من موقع، شوفوا معايا في أخبار النعامة، كاين واحد الصفحة اسمها عين الصفراء، أخبار عين الصفراء. كانوا في سنة 2017 شاب لقى بطاقة تعريف، بطاقة هوية لقاها مرمية في الشارع، عمل بيبليكاسيون وقال باللي هذا البطاقة هي مفقودة، مولاها إذا كان يحب يريكيبيريها هي موجودة عندي. وخلاو الموضوع، يعني خلاو المنشور في الفيسبوك نساوه، يعني بقى من 2017 في ذاك الوقت. يجي باش يجي بدر المفتاحي الإمام الخطيب في مراكش، يجي ياخذ رفد البطاقة من الموقع، طبعا أخذ الصورة ودار لها هذا لي موديفيكاسيون، وقال باللي فوالا هذا شاب مجند جزائري، مجند عسكري جزائري، مجند مع الصهاينة. شوف سبحان الله العظيم، يعني الإنسان عندما يكون سخيف يعني هذه فضيحة. يفترض أنه الأمن المغربي والمخابرات المغربية تتصرف مع هذا بدر المفتاحي، لأنه هو السبب الكارثة، هو الكارثة الكبيرة في المروك. كنت تذكروا آخر كذبة كذبها عليا، قال أنه مصطفى بونيف راه في سجن الحراش. أنا راني نتكلم الآن نحكي معكم من سجن الحراش. وقال أيضا فيما قال
يعني العرض نتاعي والشرف تاعي اللي قلت انا هو امر اتركه لله سبحانه وتعالى، هو المنتقم الجبار، انا خصيمه يوم القيامه في الموضوع اللي يتعلق بشرفي ويتعلق بعرضي. هذه نخليها لك يا بدر المفتاحي، نخليها لك عند رب العالمين تخلصها باذن الله. انا خصيمك يوم القيامه، انا نقف لك. ولكن نشوف الكذب، يعني نعاود نرجعوا للموضوع نتاع الشاب هذا. فقلت لكم راح اكب الصوره من الجثه ولصقها على لاكارت هذيك وقال فوالا هذا هو شاب جزائري. وانا في هذاك الوقت رديت البارح وقلت بانه العسكري، اي عسكري ما عندوش بطاقه مدنيه، ما يدورش ببطاقه تعريف مدنيه، يا هايشه يا كذاب يا اشر يا مسيلم الكذاب تاع هذا العصر. العسكريون ما عندهمش بطاقات هويه مدنيه، مش عارف اذا كان انتم في المروك عندهم بطاقه مدنيه، مانيش عارف. العسكريون عندهم بطاقه نتاعهم العسكريه اللي تميزهم. وثاني كي يروحوا يمشوا في معارك ما يديش معها لا كارت ديدونتيتي، ما يفتش معها بطاقه التعريف او اي بطاقه تدل على هويته، يديروا سلاسل. العسكريين في العالم كله في القانون العسكري يا هايشه يلي عمرك ما قريت، يلي من المفروض المجتمع المغربي يتصرف معاك والامن المغربي يتصرف معاك، لانك فضيحه، لانك فعلا فضيحه. يعني انت عندك واحد 1000 فيديو كلها كذب، وربي دائما يفضحك ويكشفك، ولكن ثق تماما بان امثالك والناس اللي تطعن في الاعراض نهايتهم معروفه في التاريخ. روح اقرا التاريخ تعرف النهايه تاع امثالك. المهم العسكري يدير سلسله ولا يدير براسلي فيها كل المعلومات والمعطيات نتاعو. اذا كش موقع يلقاو الاسم ويلقاو الماتريكول نتاعو، الرقم نتاعو، الرقم التسلسلي نتاعو، ما يفتش معه بطاقه تعريف يا جاهل. المسكين هذا الجان تاع عين الصخره. انا يا حقيقه البارح درت نداء وقلت يا ريت يخرج للاعلام ولا يسجل فيديو ويبرأ ذمته، يعني ويبين روحه، يقول راني موجود لكي نفحم هؤلاء فقط. يعني حتى واحد علق لي قال لي يعني نتحداك تجيب الشخص صاحب البطاقه، ها وعندك صاحب البطاقه يتكلم ودافع عن نفسه. مع ذلك شوفوا، مع ذلك رغم انه دائما ندحض اكاذيبكم ولكنكم متشبثون بالباطل.